ألا وإن من الرحمة في هذا الشهر الرحمة بالفقراء والمساكين، الرحمة بالأيتام والأرامل، الرحمة بالضعفاء. يا أرباب الأموال ارحموا ترحموا، فكم من أسر اشتدت عليهم الحال وضاق عليهم الأمر واشتدت عليهم الفاقة. أنت تفطر بما تشتهي وغيرك يفطر على ما يجد اضطرارا وحاجة. ارحموا الفقراء، تصدقوا على الفقراء. نحن في أوقات عصيبة بسبب الحروب على البلاد اليمانية، فارحموا الفقراء وتفقدوا أحوال الفقراء ويسروا على الفقراء وأدخلوا الفرح في رمضان على الفقراء. ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. تصدق على هؤلاء واعطفوا على الفقراء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بضعفائكم، بدعوتهم. قد يدعو لك فقير تدخل في بطنه لقمة من الخبز ولقمة من الطعام تشبعه بعد صومه، فيرفع يديه إلى الله ويدعو لك، وتجد لذلك الآثار الحسنة. وينبغي التعاون فيما بين المسلمين جميعا وتسهيل الأمور فيما بين المسلمين جميعا لتفقد أحوال الفقراء ولتفقد أحوال المساكين ولتفقد أحوال الأرامل ولتفقد أحوال الأيتام ولتفقد أحوال النازحين ولتفقد من أصيبوا بما أصيبوا به بسبب ما تمر به البلاد. فاعطفوا وارحموا، ارحم ترحم. كم من فقراء لا يجدون شراء للأدوية وهم يعانون استخدام الأدوية في كل يوم، وربما لو انقطع عنهم الدواء لوجدوا العناء الشديد في أبدانهم. من لهؤلاء إذا لم تكونوا أنتم بعده سبحانه وتعالى، وإذا لم توفقوا في رحمة هؤلاء وفي التعاون مع هؤلاء وفي العطف على هؤلاء. كم من امرأة عفيفة في داخل البيت ليس لها من يعولها ولديها الأطفال، فتعاونوا مع من تستطيعون. أنتم في شهر الرحمة، أنتم في شهر الرحمة. اعطفوا على هؤلاء وانظروا إليهم وستجدون الرحمن يرحمكم.